انت ممكن تكون عارف الملك احمس مات فين وازاي، لكن انت ابدا ما تعرفش مين هو اللي قتل ابراهيم الزنكلوني. الملك احمس مات فين وازاي؟ في الأبوة. فين في الابوه؟ في الأبوة نفسها. طب ومين اللي قتله بقى؟ إبراهيم الزنكلوني. يا غدا. والله. الفصل الاخير بيمسح راسه من على عينيه عشان يصحى يقلب البيت على اللي جابوه، وعمال يدور زي المعتوه على شويه محشي تبغ وشويه تراب بني بيدوب في الميه والسكر على النار بحجه انه بيفوق وكده. طص وشه بشويه ميه وخرج من الحمام، وصوت الفوران بدا، وبعده صوت الصب. الله على الاحساس. صب الكوبايه اللذيذه وهو بيدندن: انا لبسي اوفر سايز، مش سكتي الايس، انا من كتر الفله الحمراء الصحه بقت على البايظ. دب ايده في البنطلون، ما لقاش الفله الحمراء، اتصدم، اتهوس، خد السلم زحف لحد تحت. ماشي في الشارع زي المجذوبين اكتر من ربع ساعه بيدور على محل واحد يشتري منه شويه اطرار، لكن للاسف كل المحلات كانت قافله. النهارده اول ايام العيد، بيعدي الشارع، كان بيعدي الشارع وباصص يمين، كان السنونو واقف ينونو. سنونو بينونو، سنونو ايه وبينونو مين؟ ابراهيم وقف فجأة والزمن وقف معاه، بص للسما وسأل نفسه هو ايه اللي انا بعمله في نفسي ده؟ وفجأة بام، عربية نقل سفلتت وش امه، دحرجة على الطريق، اترمى على الجنب والناس اتلمت من حواليه، والمشهد بدأ يضلم فيه. وكان ده آخر نهار في حياة ابراهيم الزنكلوني. الغريب ان قصة ابراهيم الزنكلوني عمرها ما كانت عن ابراهيم الزنكلوني، كانت عني وعنك وعن اي حد فيه. احنا متعودين ان اول ما حد يقول كلمه ادمان مخنا يروح للمخدرات، لكن الحقيقه المخدرات ممكن تكون مجرد اشهر انواع الادمان، مش الادمان نفسه. الادمان ببساطه هو ان حاجه تبدا تخدمك وبعدين تتحول انت الخادم ليها. ولكن هل عمرك سالت نفسك ازاي اصلا ده بيحصل؟ ازاي حاجه كانت معموله عشان تخدم الانسان تقدر في يوم من الايام تخلي الانسان هو اللي يخدمها؟ وعلشان نجاوب على السؤال ده لازم نسافر حوالي 80 سنة لورا، مش في معمل أبحاث ولا في مقر شركة تكنولوجية عملاقة، ولكن لمعمل صغير كان واقف فيه عالم نفس أمريكي قدام صندوق خشب ومعاه حمامة. كانت تجربة في منتهى البساطة، صندوق وفيه زرار صغير، وكل ما الحمامة تدوس عليه بينزل ليها أكل. مع الوقت الحمامة فهمت اللعبة، تدوس تاكل، ولكن العالم ده قرر يغير قواعد اللعبة. بقى الأكل بينزل مرة ومرة لأ، مرة بعد ضغطة ومرة بعد 10 ومرة بعد 50. واللي حصل كان غريب، المفروض ان الحمامة هتزهق والمفروض تبطل، بس اللي حصل انها فضلت تضغط اكتر واسرع وباصرار وعزيمة اكتر، كأنها بتقول لنفسها يمكن الضغطة اللي جاية. والراجل ده ما كانش يعرف وقتها ان التجربة البسيطة اللي عملها الحمامة هتغير فهمنا للادمان تماما، وهتبقى بعد عشرات السنين هي نفس الآلية اللي هتشتغل بيها اغلب التطبيقات اللي موجودة في جيوبنا دلوقتي. نشيل الحمامة من الصورة وحط مكانها نفسك. كم مرة النهاردة فتحت موبايلك من غير سبب؟ يمكن تلاقي رسالة، يمكن حد عمل لك لايك، يمكن الفيديو اللي بعده يبقى احسن فيديو شفته. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ ويمكن ما يبقاش فيه حاجة خالص، زي الحمامة بالظبط. ومع الوقت ما بقاش الموبايل مجرد أداة، بقى صندوق سكينر بس في جيبك، وكل إشعار وكل صوت وكل فايبريشن هي دوسة جديدة على الزرار. لحد ما شركات التكنولوجيا فهمت إن أخطر شيء ممكن تنافس عليه مش فلوسك ولا وقت، لكن انتباه. في سنة 2018 لما ظهرت فضيحة كامبريدج أناليتيكا، لما حوالي 87 مليون إنسان اتسربت بياناتهم، الناس افتكرت إن المشكلة كانت في البيانات، ولكن الحقيقة البيانات كانت هي مجرد النتيجة، لأن اللي كان بيتجمع ما كانش مجرد أسماء أو أرقام تليفونية، كان بيتجمع طريقة تفكيرك، اهتماماتك، مخاوفك، الحاجات اللي بتشد انتباهك والحاجات اللي بتخليك تضغط مرة كمان. وساعتها بدأنا نفهم إن أكبر معركة في الزمن ده مش على الأرض ولا على البترول ولا حتى على الفلوس، أكبر معركة هي على عقلك وانتباهك، لان اول واحد يقدر يتحكم في انتباهك هيعرف يوجه اختياراته من غير ما انت تحس. ويمكن علشان كده ابراهيم الزنكلوني ما كانش مختلف عن الحمام ولا عني ولا عنك. الفرق الوحيد ان الصندوق بتاعه كان فيه سجارة والصندوق بتاعنا فيه شاشة. الادمان نوعين كبار، ادمان ماده وادمان سلوك، مره بتطارد ماده ومره بتطارد احساس. بس هنا يطلع سؤال غريب، هو ممكن يبقى فيه ادمان كويس؟ الاجابه لا، وفي نفس الوقت لان اي حاجه لو انت فقدت قدامها حريتك يبقى فيه مشكله، حتى لو كانت حاجه الناس شايفاها عظيمه، لان فيه سلوكيات صح بس طريقه تعلقنا بيها ممكن تبقى غلط. ممكن واحد بيحب الرياضه، ده شيء جميل، لكن لو يوم راح عليه من غير تمرين يحس ان هو انسان ملوش قيمه. هنا المشكله مش في الرياضه، المشكله ان هو فقد حريته. ممكن واحد يشتغل ويحقق نجاح، ده ممتاز، لكن لو بقى كل وجوده متعلق بالشغل يبقى الشغل سيد وهو العبد.
الادمان عامه مش بيتقاس بالحاجه، بيتقاس بعلاقتك بالحاجه. طب احنا ليه ربنا اصلا خلقنا قابلين للادمان؟ ليه المخ بيتعلق بالحاجات بالشكل ده؟ يمكن لان الانسان اتخلق عشان يتعلق بهدف، برساله، باسره، بحلم، بربه. احنا مخلوقين عشان نحب ونقرر اللي بنحبه ونلتزم بيه. تخيل لو ما عندكش القدره ان انت تتعلق باي حاجه، ولا تتعود على اي حاجه، ولا تستمتع، ولا تتحمس لاي حاجه، غالبا ما كنتش هتقوم من السرير اصلا. المشكله مش ان عندك قابليه للادمان، المشكله مين اللي ماسك الطار. طب ايه الفرق بين العاده والادمان؟ العاده انت اللي بتختار تعملها، اما الادمان هو اللي بيختار. العاده تقدر توقفها، الادمان كل مره بتقول هوقف تلاقي نفسك بتقول دي اخر مره. العاده ممكن تضيف لحياتك، الادمان بياخد منك حياتك بالتدريج. طيب هل المدمن بيطلع من التجربه دي خسران كل حاجه؟ مش دايما، لان الانسان وهو بيطارد ادمانه بيتطور، ولكن للاسف للاتجاه الغلط. في منتخبهم ايه بص لي انا في اللي كان مستعد يلف الدنيا كلها عشان يجيب جرعه عنده قدره عجيبه على الاصرار، اللي كان بيعرف يوصل لحاجات مستحيله، عنده مهارات في البحث وحل المشاكل، اللي كان بيعرف يدبر فلوس من ولا حاجه، غالبا عنده قدره على الاقناع والتفاوض والتصرف تحت ضغط. المشكله ان كل المواهب دي كانت شغاله عند ريس غلط. وتخيل لو نفس الاصرار ده ونفس الذكاء والطاقه اشتغلوا في الاتجاه الصح. يمكن عشان كده في ناس بعد التعافي بتنجح بشكل يخض، لانهم لاول مره بقوا بيستخدموا نفس المحرك بس غيروا الاتجاه. كتير مننا ممكن يبقى شخص تاني غير نفسه لمجرد انه بيتبع سلوك مسيطر عليه لدرجه تخليه انسان تاني، والاكتر ما يعرفش ان هو مدمن لشيء او لفعل بيبعده بالتدريج عن نفسه الحقيقي. النفس اللي يمكن كانت حابه تعيش حياه مختلفه او تمارس سلوك مختلف. هو الانسان يرغب شويه سلوكيات وافعال ماشيه على الارض، زي ما ابراهيم الزنكلوني كان ماشي على الارض. انت تعرف ان هو مات مرتين مش مره واحده؟ انا عارف ان هي قصه هزليه خياليه، لكنها ممكن تكون واقعيه جدا ومرايه لكل واحد فينا. لان ابراهيم ما سالش نفسه السؤال اياه الا بعد ما خرج بره دايره ادمان. تخيل ربع ساعه بس بره سحبه الادمان، بره الصوت اللي كان بيصرخ جواه طول الوقت، هات سيجاره وبعدها نفكر. ربع ساعه بس كانت كفيله تخليه يسمع صوت تاني خالص، صوت كان موجود طول الوقت لكن دوشه الادمان كانت دايما اعلى منه. هو ايه اللي انا بعمله في نفسي ده؟ وهنا مات ابراهيم، مش ابراهيم الجسم، ابراهيم الشخصيه. مات الانسان اللي كان عايش من غير سؤال واحد بس كان كفيل يقلب حياته كلها. ولو كان قدر ليه انه يعيش كان ممكن يتولد شخص مختلف تماما، شخص بيشوف الحاجات زي ما هي مش زي ما الادمان بيصورها. ولكن للاسف الجسم مات قبل ما العقل ياخد فرصه تانية. وانت بقى مين اللي قالك ان انت عندك فرصه بكره؟ مين اللي قالك ان انت هتلحق تسال نفسك السؤال ده بعد سنه او شهر او حتى بعد ما تخلص الفيديو؟ يمكن علشان كده احنا هنا مش علشان نقولك تبطل، ولا علشان نحكم عليك، ولا عشان نقولك انت صح او غلط. احنا هنا علشان يمكن نوصل لك لحظه الادراك قبل ما الحياه توصل لك لحظه النهايه.